الميد ترم بعد رمضان على طول، فمش هنقضيها كنافة وقطايف ونسيب اللي متراكم علينا. عدى حوالي 3 اسابيع من الجامعه، فاحنا محتاجين نلم احنا خدنا ايه علشان ما نتفاجئش ساعه امتحان الميد ترم. هنمسك كل ماده ونلمها بخطوات بسيطه ونعرف ايه اهم التريكات اللي نعملها في كل ماده علشان نكون مستعدين للامتحان. واول ماده معانا واللي بتعمل عقده لطلبه كتير وهي الايكونومكس، الاقتصاد، سواء كان مايكرو او ماكرو، سواء انت كنت بتدرس عربي او انجليش. اول حاجه محتاجه منك ورقه وقلم، اي ورقه عندك، او ان انت تجيب النوت بوك بتاعتك تكتب لي بس عدد الشباتر اللي خدتها في كل ماده، انت خدت ايه في المواد كلها في الكليه. تاني حاجه يفضل ان يكون معاك كشكول لكل ماده. في ناس ما بتحبش مذاكره الكشكول، مفيش مشكله، افتح الماتيريال من على الايباد او من على اللابتوب. اهم حاجه ان انت تفتحها من حاجه تقدر ان انت تكتب عليها. حاجه تحدد الشابتر اللي انت هتبدا فيه. ليه بقول تحدد؟ لان مثلا انا في الكليه خلصت 3 شباتر، والثلاث شباتر مبنيين على بعض، فانا ما اجيش مثلا اذاكر شابتر 3. طب انا شابتر، لو انا مثلا مش فاهم او مش مذاكر شابتر 2 شابتر 1، شابتر 3 بالنسبه لي مش هفهمه. فلازم اول حاجه اكون فاهم شابتر 1 وشابتر 2 عشان اعرف ان انا اذاكر شابتر 3. حددت الشابتر اللي انت هتذاكره، تعالى نذاكر بقى. شوف الشابتر لو انت فاهمه او ان انت حضرت المحاضره بتاعته وفاهمه كويس، ابدا ان انت ذاكر على طول. الشابتر بالنسبه لك لا، انا ما حضرتش المحاضره او مثلا ما كنتش مركز في المحاضره، في حاجات جديده بالنسبه لي ما خدتهاش فيه او في حاجات واقعه مني، ابدا ان انت افهم الاول، سواء كان من فيديو تسمعه مثلا لاي حد من على اليوتيوب، او ان انت مثلا تسمع ريكورد لاي دكتور من الدكاتره، او مثلا حد من اصحابك يعمل لك ملخص سريع للشابتر ده. المهم وانت بتسمع الفيديو او الريكورد ايا كان، الماتيريال تكون مفتوحه قدامك. ما تعتمدش مثلا ان انت بتسمع فيديو وخلاص، لا، انت شوف وانت بتسمع الفيديو مشي ايدك على الماتيريال، عشان مثلا لو في اي حاجه معلومه زياده، اي في حاجه ما كانتش مكتوبه في الماتيريال، في معلومات زياده تتكتب، تبدا ان انت تكتبها. رابع حاجه وبعد ما تفهم الشابتر كويس، ابدا ان انت ذاكر. ماده الايكونومكس محتاجه فهم كبير قوي، بس برضو في نفس الوقت بيكون فيها سنه حفظ. فانت لو الشابتر اللي انت بتذاكره فيه جزء حفظ، افهمه وبعد كده احفظه، لان انت لو حفظته هتلاقيه يتنسى بعد كده. وبعدين اسئله اصلا الاقتصاد بتكون معتمده على الفهم، مش معتمده ان انت تكون حافظ، سواء كان الجزء فهم او جزء نظري، فانت محتاج ان انت تفهمه كويس علشان ما يتنسيش، وتدرب ايدك كتير قوي وتفهم الجزء اللي انت مش اللي انت محتاج فيه تطبيق، سواء كان مثلا جزء اسئله مسائل بقوانين او مثلا جرافات. الجرافات دي مهمه جدا جدا، لازم تركز فيها قوي، لان مفيش امتحان اقتصاد بيخلو من الجرافات، سواء كان امتحان ميد ترم فبيجي لك فيها اسئله ام سي كيو، او كان سؤال امتحان فاينل فبيجي لك اسئله اي سي. وبرده محتاج تركز على المحور السينات عليه ايه ومحور السداد عليه ايه. واخر حاجه ارجوك بعد كل شابتر حل حوالي سؤالين 3 علشان المعلومه تثبت وتعرف ان انت الشابتر فهمته ولا لا. كمان ان انت تتدرب على طريقه الاسئله بتتجاب ازاي، او ان مثلا الدكاتره بتفكر ازاي. حتى لو الدكاتره مش منزله لك اسئله، ابعت البي دي اف او الجزء اللي انت عايز عليه اسئله لشات جي بي تي وهو يعمل لك اسئله. الغرض منها الاساسي انك تثبت المعلومه، مش مجرد ان انت ذاكرت الشابتر وخلاص. وبس كده، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتس وقولوا لي الفيديو الجاي يتكلم عن ماده ايه بالظبط.